وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبتك. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. عرفتوا؟ المرة اللي فاتت عملنا الوردة المنفوشة شبه المرة دي هنعمل بارت 2 اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا كنت بستخدمها في الاول في الفيديو اللي سبت لكم في صندوق الوصف. تمام، فهنمشي في نفس الخطوات. انا قلت لكم المره اللي فاتت ان هما الاثنين نفس الخطوات، بس الفرق الكاويه. فالمره دي هنمشي نفس الخطوات برضو، وهنقص دول على قد الكارت بالظبط. بس المره دي هنقص برضو 15 بتر. انا كنت ناويه اعملها 13 بصراحه، بس كانت هتطلع صغيره فقلت اعملها 15 عشان برضو الفيديو اللي فات عملته 15. فنروح نعمله ونيجي. دلوقتي قصيتهم دول 15 واحده. نمسك واحده اهي من الاطراف اهي، نعملها برضو كده الاطراف لما تمام. تعالوا بقى نعمل نفس الخطوات بس هوريها لكم زي التأكيد اهي. هنجيب مثلث كده، وبعد كده نجيب المثلث ده كده نعمله هنا عشان تبقى كده. نعملها الناحية التانية اهي كده. اهي تمام. وده اللي هنعمله على بقية البتلات. دلوقتي عملت البتلات، تمام. دلوقتي بقى هنبدأ نلزقهم في بعض. في بنات بتلزقهم بالشمع في بعض، نلزقهم كده. تمام، تحط الشمع ما بينهم وتلزقهم كده. بس احنا شغالين في التوفير فهنلزقهم بالكوي. هنحط دي على دي كده اهي، ونقوم عاملينها كده بس، وهي لزقت. هنلزقهم بقى كله. وهنكمل. وكده خلصنا. Game over. اهي تمام. اللي كانت بالشمع عاملاها كده برضو كانت في الفيديو الاولاني، برضو هحطهولكوا في صندوق الوصف تحت. دلوقتي جبنا السيخ، اهي. تعالوا بقى ننزل تحت.
شفتوا صغيرة ازاي؟ ده بقى الفرق اللي انا كنت بتكلم فيه ما بين نفشة ونفشة. دي 15 بتلة، واللي في بارت 1 دي كانت 15 بتلة برضه. شفتوا الفرق؟ مع اني نفشاها قعدت ادوس عليها كده عشان تنفش، تدوسوا عليه كده، تدوسوا عليه كده، تنفشوا الورق، وبرضو صغنن وكده. دي الطريقة التانية. هسيب لكم برضو الفيديو اللي انا كنت بعمل بيه الورد ده في اخر فيديو. روحوا اتفرجوا برضو على بارت 1 وقولوا لي في الكومنتات انهي اكتر حاجة عجبتكم، بارت 1 او بارت 2. عندي مشوار صد رد مش هغيب، داخل جوه رحلة بحاول اعرف نفسي فيها من الاول وجديد. عندي دافع بيزق فيا لو حسيت السكة بعيد، لو وقعت انا بقوم من كل